السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الغاليين طلبة تالتة ثانوي شعبة علم رياضة. أهلا وسهلا بيكم. معادنا دلوقتي مع حل النموذج الاسترشادي الرابع لمادة الرياضة التطبيقية لعام 2026. سايب لك في وصف الفيديو قوائم تشغيل المراجعات والنماذج وقناتنا على التليجرام اللي بينزل عليها ملفات الحصص وسبورات الحصص بتاعتنا. يلا بينا نسمي الله. أول سؤال معانا في النموذج الرابع بيقول لي ق واحد ق اتنين ق تلاتة، دول 3 قوى بيؤثروا في النقطة 3 و1. هسمي النقطة دي مثلا ألف. نكمل السؤال. هات لي طول العمود الساقط من النقطة 2 وسالب 3، هسميها ب على خط عمل المحصلة. عشان تجيب، والسؤال ده اتكرر كتير، طول العمود الساقط من نقطة ب على خط عمل المحصلة اللي هو لام بيساوي معيار العزم حوالين ب على معيار القوة اللي هي ساعتها مين؟ المحصلة، لأن هو عايز طول العمود على خط المحصلة. يبقى أنا هروح أجيب المحصلة. هعمل ايه؟ هجمع القوى اللي عندي 2 وهنا 1 يبقى 3 وسالب 3 يبقى 0 فاصلة 4 وسالب 2 2 و4 6. هات لي معيار المحصلة. هيبقى 6. 0 و6 يبقى المعيار ب6 على طول. هات لي العزم حوالين ب. اولا ببدا اكتب ب وبشوف نقطة التأثير، كلهم بيأثروا في ألف، يبقى المحصلة برضو بتأثر في مين؟ في ألف، يبقى ب ألف في مين؟ في المحصلة. ب ألف ده اللي هو ألف ناقص ب. طب يلا بينا، ألف ناقص ب 3 ناقص 2 1، 1 سالب 3 يبقى كام؟ 4 في المحصلة اللي هي 0 وكام؟ و6. طرفين ناقص وسطين هيطلع 6 في اتجاه مين؟ عين. يبقى طول العمود معيار العزم يبقى 6 على معيار المحصلة يبقى 6، يدينا 1 اللي هو موجود معاك الإجابة د. السؤال الثاني، القوة متوازية ومتزنة. متوازية ومتزنة، الاتزان يبقى القاف اللي فوق بتساوي اللي تحت اللي هم 30 زائد 50، يعني قاف بتساوي كام؟ 80. عايز اجيب طول ألف ج هسميه س. ممكن اشتغل بالشغل عادي بتاع القوة المتوازية، ان 30 على البعيدة، الطول البعد البعيد اللي هو 6 بيساوي 50 على البعيد اللي هو س، وتعمل مقص يبقى س بتساوي 50 في 6 على 30، 0 مع 0 على 3 في الواحد على 3 في الاثنين في 5 بكام؟ ب10، يبقى أ ج ب10 سم. اختار الإجابة د. ممكن واحد تاني يحلها بالعزم حوالين ج ويساويه بصفر، فيضرب 30 مع الساعة يبقى سالب 30 في البعد عن ج س، وبعدين يضرب موجب 50 في البعد عن ج اللي هو 6 ويساوي بصفر. هيلاقي نفسه برضو بيجيب نفس الكلام، ان الس بكام؟ 50 في 6 على 30، ان الس ب10 اللي هي أ ج يعني. سؤال رقم 3، قوتان مقدارهم 30 و30، البعد ما بينهم لام وتكونان ازدواج. أصبح مقدار القوتان 20 و20، البعد ما بينهم يكون ازدواج بيكافئ ايه؟ يعني انت عندك ج واحد بيساوي ج 2، الازدواج الاولاني بيساوي الازدواج الثاني. الازدواج الاولاني بيساوي ايه؟ القوه في البعد العمودي. القوه 30 البعد بتاعها العمودي لام، يبقى 30 لام. الازدواج الثاني القوه 20 البعد بتاعها ده اللي هو عايزه، هسميه لام شرطه. فهو عايز البعد الجديد، يعني عايز لام شرطه، يبقى لام شرطه بيساوي 30 لام على 20، يعني بيساوي 3 على 2 لام. يعني البعد الجديد بيساوي 3 على 2 البعد الاولاني، يعني 1.5 او 3 على 2. دور عليها، موجوده معاك الاجابه ب. سؤال رقم 4، عندي عين ب3 ن أس 4. عايز القياس الجبري للعجله بعد زمن ن من بدء الحركه. طب العجله بتساوي د عين د ن، يعني هتشتق 3 ن أس 4 يعني 12 ن أس 3. الاختيارات بدلالة العين، يبقى انت هتروح تعوض مكان دي مثلا، تحط مكانها 3 ن أس 4. هل لما تقسمها على ن مضروبة في 12 تساوي 12 ن أس 3؟ لا، ده هتساوي 36 ن أس 3، فدي ما تنفعش. طب دي 4 في عين اللي هي 3 ن أس 4 على ن تدينا 12 ن أس 3،
يبقى دي هي 4 نون 4 عين على نون. يبقى اختار الإجابة ب. سؤال رقم 5. كاف بنون زائد 2 الجسم بيتحرك لكتلته كاف بسرعة 36 كيلو متر كل ساعة. يبقى أنا هجيب السرعة أحولها، هتبقى 36 في 5 على 18 يعني 10 متر لكل ثانية. تحت تأثير قوة ق. هات لي ق. ق لما تبقى القوة متغيرة د نون كاف في عين، يعني ق بتساوي د نون زائد 2 في عين اللي انا جبتها ب10، يعني 10 نون زائد كام 20. اشتقها بالنسبة للزمن يبقى ق بتساوي 10 نيوتن. ليه قلت نيوتن؟ عشان انا عندي الكاب بالكيلو جرام والسرعة انا عاملها بالمتر، فتطلع لي عندي القوة بالنيوتن. دور عليها موجودة معاك الإجابة ج. سؤال 6. أ ب لوح خشبي طوله 6 متر وزنه 60. خشبي منتظم. ادي يا عم أ ب، الوزن هو بيأثر في المنتصف، ادي ال60. يرتكز على دعامتين احدهما على بعد 1 متر من أ. ادي الدعامة الأولانية دي 1 متر. طب ما ده كله لو دي مثلا ه اللي هي المنتصف ده كله 3، شيل 1 يبقى ده 2 متر. ودي مثلا هسميها ج، فبيطلع عندها رد فعل اسمه ره 1. والاخرى على بعد 2 متر من ب. هنا عندي دعامه ثانيه هسميها مثلا د، بيطلع عندها رد فعل ره 2 وهي على بعد 2 متر. يبقى ه د من ه لب نص ال6، يبقى ه د 3 تطرح منها 2 تبقى 1 متر. فاذا اتزن اللوح في وضع افقي رد فعل الدعامه الاقرب لالف، يعني عايز ره مين؟ ره 1. طالما بقى انا عندي اتزان يبقى العزم حوالين اي نقطه بصفر. هجيب العزم حوالين مين؟ لو جبت العزم حوالين ه فانت بقى عندك ره 1 وره 2. لا، انا هجيب العزم حوالين د واساويه بصفر عشان استبعد دي، فبقى عندي ره 1 اللي هو عايزها. يلا بينا. ال60 بتلف كده يبقى سالب 60 في بعدها العمودي 1 عن د. الره 1 بتلف كده مع عكس الساعه يبقى ره 1 اللي انا عايزها في بعدها العمودي عن د اللي هو 3 بيساوي 0. طلع ال60 بره واقسم على 3 يبقى ره 1 بيساوي كام؟ 20 اللي هي موجوده معاك الاجابه ب. سؤال رقم 7. 5 و5 بيكونوا ازدواج، 9 و9 بيكونوا ازدواج. عايز معيار عزم الازدواج المحصل. الازدواج المحصل بيساوي الازدواج الاولاني زائد عزم الازدواج الثاني. طب يلا بينا. الازدواج الاولاني بتاع 5 و5 هجيبه ازاي؟ بيلف عكس الساعه يبقى بالموجب في البعد العمودي اللي هو ده كله 1 2 1 يعني 4. الازدواج الثاني بتاع 9 و9 بيلف برضه عكس الساعه يبقى موجب في البعد العمودي. هطول دي وانزل عمود، ادي البعد العمودي. خد بالك بقى من الحته دي 150 وده عمود وده عمود اهو، يبقى دي 90 يبقى دي كام؟ 30. البعد العمودي ده اجيبه ازاي؟ هتبقى 2 اللي هو الوتر جاتا 30. حلو الكلام. يبقى هنا في البعد العمودي 2 جاتا 30. تعالى بقى نحسبوها. بيساوي دي 45 دي 5 في 4 ب20 زائد، عايز اتاكد بس من دي، بيلف كده ودي 90 ودي 150 هنشيل منها 90 دي 60. 90 150 ناقص 90 يبقى دي جاتا 60 جاتا 60 زائد 9 في 2 في نص يعني 29. ده كده الازدواج المحصل موجود معاك الاجابه الاولى. سؤال رقم 8 بيقول لي جسم يتحرك من السكون في خط مستقيم القياس الجبري المتجه للعجله ج، عايز الازاحه من 0 ل 4. يبقى لازم اجيب السرعه وبعد كده اجيب منها الازاحه. السرعه ناقص السرعه الابتدائيه النهائيه ناقص الابتدائيه بتساوي تكامل مين؟ العجله بالنسبه للزمن. ليه عملت كده؟ عشان حوار ثابت التكامل. حلو، استخدمت الحته دي. السرعه الابتدائيه بصفر عشان بدأ من السكون، يبقى السرعه النهائيه بتساوي هتكامل ال6 ن تربيع ناقص 2. لما تكامل ال6 ن تربيع يبقى 6 ن تكعيب على 3 يبقى 2 ن تكعيب ناقص 2 ن. لو عايز تجيب بقى الازاحه يبقى تكامل ال2 ن تكعيب ناقص 2 ن من صفر لكام؟ ل4. ودي تروح تعملها بالاله وتريح دماغك. علامه التكامل 2 اكس تكعيب دي تربيع، بعد كده ناقص 2 اكس من 0 ل 4 يساوي
112. هتدور عليها، موجودة معاك الإجابة ج. سؤال رقم 9. جسمان كتلتهما 5 جرام و3 جرام مربوطان في خيط، إذا تحركت المجموعة من السكون عندما كان الجسمان في مستوى أفقي هات لي المسافة الرأسية. دي احنا قلناها في الشرح في المراجعة، المسافة الرأسية بتساوي 2 المسافة اللي هيتحركها أي جسم فيهم. حلو، فأنا محتاج بعد ثانية واحدة من بداية الحركة محتاج العجلة، فالعجلة بتيجي في البكرات بالقانون ده ج كاف 1 ناقص كاف 2 على كاف 1 زائد كاف 2 في د، بدل ما تستخدم معادلات الحركة. يعني 5 ناقص 3 على 5 زائد 3، وشغال بالجرام يبقى الدال بالسنتي، ودي تحسبها 2 على 8 يعني ربع في 900 وكام و80، 980 على الأربعة هيساوي 245 سنتي متر لكل ثانية تربيع. أجيب بقى الفه إزاي؟ عندك القانون ع دوت ن زائد نص ج ن تربيع، هو بدأ من السكون يبقى ع دوت بصفر، يبقى دي راحت، وادي نص في ج اللي هي 245 في ن تربيع ثانية واحدة يبقى 1، يبقى المسافة الرأسية 2 ف، يعني 2 في نص في 245، ده هيروح مع ده يعني 245 ايه سنتي. هو عامل لك بالسنتي، يبقى هتختار الإجابة الأخيرة. سؤال رقم 10. أثرت قوة متغيرة عند ق بدلالة الف، والشغل المبذول في من ف بواحد لف ب7. حليناها كتير. الشغل تكامل القوة بالنسبة لف من 1 ل7، تكامل ف تربيع ناقص 2 ف من 1 ل7، وبرضه هتروح تعملها بالآلة، هيطلع الإجابة 6 وكام و60 جول. سؤال رقم 11. دخلنا في الأسئلة بقى اللي فيها شغل. أ ب ج د معين، القوتين 10 و10 ما بينهم ازدواج، القوة ق التي تجعل المجموعة متزنة. طالما عندي ازدواج وعندي ق موجودة وق تانية يبقى وفي اتزان، يبقى الازدواج ما بيتزنش الا مع ازدواج زيه. يعني ق وق يكونان ازدواج. حلو، الازدواج اللي هيكونه ق وق ج 2 هيساوي سالب ج 1 عشان يبقوا هما الاثنين لما يتجمعوا مع بعض يدينا صفر عشان اتزان. طب تعالى كده واحده واحده. خلينا دلوقتي في ق وق، اعمل ايه انا عشان اجيب الازدواج ما بينهم؟ اجيب طول العمود اللي ما بينهم. بص يا محترم، همد دي مثلا، او ممكن اعمل كده، ده طول العمود. ركز معايا في الحته دي. لو طول الضلع لام يبقى ده مقابل للسيتا، يبقى ده لام جا سيتا. طب دي بتلف ايه؟ ج 2 عكس الساعه، يبقى ق في لام جا مين؟ سيتا. سالب بتاع 10 و10، بتاع 10 و10 ادي مثلا دي سيتا، دي هتبقى زيها سيتا، كل زاويتان متقابلتان متساويتان، البعد العمودي اهو، فدي لو لام هيبقى ده برضه لام جا سيتا، يبقى سالب. و10 و10 دي بتلف مع الساعه، يعني سالب 10 في لام جا سيتا. سالب في سالب بموجب، وادي 10 واللام جا سيتا تروح مع اللام جا سيتا، يبقى ق بكام؟ ب10 اللي هي موجوده معاك الإجابة ج. سؤال 12. يرفع ونش صندوق بقوة كذا وكان متجه الإزاحة كذا، معيار القوة عايز التغير في طاقة الحركة. ايه علاقة طاقة الحركة بق بف؟ الشغل. التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل اللي هو بيساوي ق دوت ف، فق عندي 50 و60 دوت ف عندي 4 و3. الأول في الأول 200 زائد التاني في التاني 180، يطلع لي 380 جول. دور عليها، موجودة معاك الإجابة ب. سؤال 13. ق تؤثر في أ وخط عمل ق يوازي به ج. ادي ق بتؤثر في أ وخط عمل ق بيوازي به ج او ج ب، مش هتفرق. طالما ده بيوازي ده يبقى العزم بتاع ق حوالين ج هو العزم بتاع ق حوالين ب. حلو، عايز ايه بقى؟ عايز معيار العزم حوالين ب. معيار العزم حوالين ب عبارة عن ب أ في القوة ق. طب ب عندي؟ لا، ده انا عندي أ وج، يبقى هو العزم حوالين ج، يبقى العزم حوالين ب هو العزم حوالين ج، هو ج أ في القوة ق. طب ج أ هنروح بقى، هتبقى أ ناقص ج،
هتبقى 2 ناقص 0 ب2، 1 ناقص 1 0. في القوة ق اللي هي 3 و5، طرفين ناقص وسطين يبقى 10 في اتجاهين. دور على 10 موجودة معاك الإجابة د. سؤال 14 ق 1 ق 2 ق 3 بيؤثروا في النقط دي. هسمي النقطة دي أ، النقطة دي ب، النقطة دي ج. فإذا كانت المحصلة تمر بالنقطة دي، المحصلة تمر بد، هات لي ب ناقص أ اللي هم المجاهيل اللي في القوة. طب ما طالما عندي قوة والمحصلة بتمر في د، يبقى مجموع عزوم القوة حول نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة. انت هتجيب العزم بقى حوالين مين؟ نقطة الأصل. يعني عزوم القوة حوالين نقطة الأصل. يعني القوة الأولى بتمر بألف، يبقى العزم حوالين نقطة الأصل بيساوي واو ألف في القوة الأولى. القوة الثانية بتمر ب أو بتأثر في ب، يبقى واو ب في القوة الثانية. القوة الثالثة بتأثر في ج، يبقى واو ج في القوة الثالثة. عزم المحصلة حوالين واو، المحصلة بتأثر في د، يبقى واو د في المحصلة. يلا بينا بقى محترم نشتغل الشغل الرايق بتاعنا. واو ألف يعني ألف اللي هي 1 و2 في القوة الأولى اللي هي 3 وألف. واو ب اللي هي ب اللي هي 3 و3 في القوة الثانية اللي هي ب و2. زائد السؤال ده فكرته اتكررت، واو ج اللي هي ج 3 و1 في القوة الثالثة اللي هي 4 و2 ألف. واو د يعني د 2 و2 في المحصلة. اجيب المحصلة بقى على جنب، 3 وب و4 يعني ب زائد 7، ألف و2 و2 ألف يعني 3 ألف زائد 2، يبقى في ب زائد 7 و3 ألف زائد كام؟ 2. هنبدأ بقى نعمل الشغل بتاعنا. طرفين يبقى ألف ناقص وسطين يعني ناقص 6، طرفين يبقى 6 ناقص 3 ب، طرفين يبقى 6 ألف ناقص 4، طرفين ونركز بقى 2 في 3 ألف ب 6 ألف، 2 في 2 ب4 ناقص وسطين 2 في ب ب 2 ب وفي سالب يبقى 2 سالب 2 ب، 2 في 7 ب 14 والمفروض في سالب يبقى سالب بكام؟ 14. هنعمل عمليات الاختصار بتاعتنا. السالب 6 مع الموجب 6، ال6 ألف مع ال6 ألف، هيبقى عندي ألف ناقص 3 ب والسالب 4 وهدخل دي جوه يبقى زائد 2 ب والسالب 4 تطلع بره. هنا 4 وسالب 14 سالب 10 يطلع لها سالب 4 موجب 4. ألف ناقص 3 ألف زائد 2 ب يعني ألف ناقص ب، خلي بالك هو عايز ب ناقص ألف عادي هنقلبها بيساوي سالب 6، يبقى ب ناقص ألف اللي هو عايزها هقلب اليمين يبقى هقلب الشمال يساوي موجب 6. دور عليها موجودة معاك الإجابة الأولى. سؤال حلو. سؤال 15 الشكل المقابل يوضح منحنى السرعة، هات لي العجلة. أنا عندي عين بتساوي أو دالة في ف. العجلة لما تكون عين دالة في ف بتساوي إيه؟ بتساوي عين في دال عين دال ف. ركز بقى معايا. فأنا عين أنا شغال لما الإزاحة ب4، فعين لما تبقى الإزاحة ب4 بكام؟ ب6. دال عين دال ف يعني ميل المماس. حلو، يعني ظل الزاوية، فالزاوية دي لو هي سيتا الظبط بتاعتها مقابل على مجاور، فده 4 وده 6 يبقى في 6 على 4. سيادتك هتحسبها يعني في 3 على 2 يعني ب9، يعني هتختار الإجابة الأولى. سؤال 16 قوة أثرت على جسم كتلته 5 يتحرك فغيرت سرعته من 36 ل 72، يبقى دي عين 1 دي عين 2 في زمن 5. هات لي مقدار هذه القوة. كلنا عارفين علاقة القوة بالزمن بعين 1 وعين 2، الدفع بيساوي ق في ن بيساوي ك في عين 2 ناقص عين مين؟ 1. فق انا عايزها في الزمن اللي هو خمس،
كاف عندي 5. عين واحد ال 36 هتضربها في 5 على 18 هيبقى 10. عين 2 ال 72 هضربها في 5 على 18 هتبقى 20. يبقى 20 ناقص 10 يبقى بره 50. وهنا قف خمس، هضرب في 5 عشان اخلص من خمس يبقى قف 250 نيوتن. دور عليها، موجوده معاك الاجابه ب. سؤال 17 سؤال اتزان عام اساسي. سلم وزنه 20 يستند بطرفيه على حائط املس. يبقى هنا ده عمودي ر واحد، والتاني على ارض خشنه، السلم على وشك الانزلاق هيتحرك لبره، يبقى هنا ر 2 وهنا م س ر 2. عندما كان يميل بالزاويه 30 هات لي قوه الاحتكاك. الاحتكاك اللي هو م س ر اللي هو ده، هسميه ح س. يلا بينا بقى، هشتغل فوق بيساوي تحت، يعني ر 2 بيساوي 20، يمين بيساوي شمال يعني ر 1 بيساوي الاحتكاك. هجيب العزم حوالين النقطة دي هسميها 1000 بتساوي 0. فدي راحت دي راحت، يبقى هشتغل بال20 اللي هتلف كده، يعني عكس الساعة بالموجب في البعد العمودي اللي هو ده. فلو ده كله 2 لام يبقى ده لام وده لام، يبقى ده لام جتا 30 بيساوي زائد او ناقص، دي هتلف كده يبقى ناقص ر 1 في البعد العمودي اللي هو ده، اللي هو عباره عن 2 لام جا 30 بيساوي 0. طبعا هتقسم على اللام، ال 2 جا 30 بواحد، هتطلع دي بره يبقى ر 1 بتساوي 20 جتا 30 يعني 10 جذر 3. بالمناسبه ر 1 دي هي الاحتكاك. شكرا، دور عليها، موجوده معاك الاجابه ج. السؤال 18 اثرت قوه 90 على جسم 20 وغيرت سرعته من كذا لكذا، هات لي المسافه التي تحركها الجسم. عندي عين واحد، عندي عين 2، عندي القوه، عندي الكتله. اجيب منين المسافه بالكلام الجميل اللي عندي ده؟ اولا انت عارف ان التغير في طاقه الحركه بيساوي مين؟ الشغل. فالتغير في طاقة الحركة اللي هو نص كاف عين 2 تربيع ناقص عين 1 تربيع بيساوي الشغل اللي هو عبارة عن القوة في المسافة. فالقوة عندي، المسافة مش عندي، السرعات عندي، الكتلة عندي. خلاص ادي العلاقة. ادي نص الكتلة 20، عين 2 يعني 15 تربيع، عين 1 يعني 12 تربيع، بيساوي القوة اللي هي كام؟ 90 في ف. هنحسبه الكلام الجميل ده. طبعا نص في 20 ب10 في افتح قوس 15 تربيع ناقص 12 تربيع اقفل القوس يساوي 810. يبقى ف 810 على 90 يعني 9 متر. دور عليها، موجوده معاك الاجابه الاولى. سؤال 19 وسؤال جميل جدا على العزوم. بيقول لي ده شبه منحرف متساوي الساقين ا ب وده ج ب 5 سم، ده ب 5 سم وده ب 5 سم. حلو. ب ج ب 15 سم، ده ب 15 سم ب ج كله. جميل. ا د ب 9 سم، ده ب 9 سم. ا د بيوازي ب ج، ماشي. أثرت القوة 5 9 3 في 5 في ا ب. أغير لك اللون عشان تبقى شايف كويس. ادي يا عم القوة الأولى اللي هي 5، القوة الثانية 9 في ج ب، هنا ال9. القوة الثالثة 3 في د ج، هنا 3. القوة الرابعة 4 في د ا، هنا كام؟ 4. عايز يبقى مجموع العزوم حوالين نقطة د. حلو. يبقى العزم حوالين د بيساوي، مبدئيا دي هتنعدم ودي هتنعدم لانهم بيمر بد. يبقى انت شغال بمين؟ بالخمسه وبمين؟ بالتسعه. التسعه بتلف كده حوالين د يعني عكس الساعه. في البعد العمودي هنزل عمود
شغل هندسه بقى يبدا يشتغل. وهنا برضو هنزل عمود. ركز بقى معايا. اولا ده شبه منحرف من تساوي الساقين. ده عمود وده عمود، يعني الزاويه دي 90، ده بيوازي ده، يبقى الشكل ده مستطيل. دي 9 يبقى دي زيها 9 سم. التسعه اللي هي مثلا ه واو، هتشيلها من 15 هيديك ب ه وواو ج، فيبقوا 6. وده بيطابق ده ليه؟ عشان ده قد ده، ودي زاويه قايمه ودي زاويه قايمه، والوتر قد الوتر، يبقى المثلثين متطابقين. يبقى الستة تبقى دي 3 سم ودي 3 ايه سم. فيثاغورس 5 3 يبقى الف ه ب 4 سم، يبقى ده الواو ب 4 سم، يبقى في 4 البعد العمودي. ادي اول معلومه مهمه. فاضل لي القوه مين؟ 5 بتلف كده مع الساعه. البعد العمودي ما بينها وما بين د. هنا بقى اللعب كله. اطلع من ده كده عمود، امد دي، ده كده البعد العمودي. ركز معايا بقى في حاجه. لو دي 90 ودي سيتا، فالبعد العمودي ده هيبقى الوتر اللي هو 9 جا سيتا. حلو. طب دي اجيبها منين؟ عايز اجيب السيتا. قال لك مش دول على استقامه واحده؟ يبقى دي 90 ناقص سيتا. دي كده هتبقى 90 ناقص سيتا، هيبقى دي مين؟ سيتا. فجا سيتا اللي فوق اللي انت عايزها هتجيبها من المثلث ده. يبقى في 9 جا سيتا، يبقى 36 ناقص 5 في 9 في الجاه مقابل على وتر، يعني 4 على مين؟ على 5 دي مع دي، يعني 36 ناقص 36 صفر. شكرا لسيادتك. السؤال رقم 20. جسم كتلته 20 كيلو جرام يتحرك بسرعه، دي عين الابتدائيه، الى اعلى مستوى مائل يميل على الافق بزاويه 30. ادي المستوى اللي بيميل على الافق بزاويه كام؟ 30. الجسم بدا مثلا حركته من 1000. اوجد طاقه الوضع بعد مرور ثانيتين. هنا مثلا ب بعد مرور ثانيتين، يعني مثلا عند مين؟ عند ج. مبدئيا طاقه الوضع وطاقه الحركه مجموعهم بيكون ثابت عند اي نقطه. فانا عندي لو هشتغل ضاد الف زائد ط الف بيساوي ضاد ج زائد ط مين؟ ج. خليك معايا. هو عايز طاقة الوضع بعد مرور ثانيتين. طاقة الوضع عند أ بصفر، فدي راحت. طاقة الحركة عند أ نص كاف عين تربيع، نص كاف 20 عين اللي هي السرعة الابتدائية عند أ اللي هي 7 تربيع. طاقة الحركة، طاقة الوضع عند ج معرفهاش ودي أنا عايزها بعد ثانيتين. طاقة الحركة عند ج هي بقى دي اللي أنا لو جبتها الموضوع اتحل معايا. نص كاب 20 في السرعة عند ج. السرعة عند ج بقى أنا عشان أجيبها أنا عندي السرعة الابتدائية، الجسم أهو طالع وعايز السرعة النهائية، يبقى ناقصني العجلة. الجسم وهو طالع، وافتكر ده احنا قلناه في المراجعة، العجلة بتساوي سالب د جا سيتا بمعادلات الحركة اللي في اتجاه الحركة ناقص عكس اتجاه الحركة بيساوي كاف في ج. هوصل للمعلومة دي. يعني سالب د في جا 30، يعني سالب نص في 9.8 يعني 4.9 من كام؟ من 10. اجيب بقى منين السرعة عند ج؟ يعني بعد ثانيتين السرعة بتساوي السرعة الابتدائية زائد ج ن. السرعة الابتدائية ب7، ج سالب 4.9 في ن ب2، يعني 7 سالب 9 وكام و8، يعني سالب 2 وكام و8 من 10. طبعا السالب ده اتجاه، يبقى سالب 2 و8 من 10 تربيع. تقدر تجيب كده طاقة الوضع عند ج اللي هي بعد ثانيتين. يبقى ضاد ج هيساوي نص في 20، دي هتطلع بره في 7 تربيع ناقص نص في 20 في 2 و8 من 10 تربيع. طبعا السالب مش هيفرق معايا لانه هيتربع. هنحسبه بقى الكلام ده، نص في 20 في 49 اللي هي 7 تربيع ناقص نص في 20 في 2 و8 من 10 تربيع يساوي اس دي
يبقى 411.6 جول. شكرا لسيادتك. بس كده يا سيدي، بالسؤال اللي فات نكون وصلنا لختام حلقتنا، حل النموذج الرابع من نماذج الوزاره الرياضه التطبيقيه لعام 26. يا رب تكونوا استفدت بكل كلمه، واشوفك على خير ان شاء الله باقي النماذج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.